تزوجت من شيخ قطري بشكل سري، وراتبها الشهري سيصيبك بالذهول. لجين عمران وقصة حياتها. لجين عمران إعلامية أنيقة، تمكنت من أن تفرض على المشاهدين والنجوم احترامها، وهي شقيقة الفنانة أسيل عمران. عاشت في الولايات المتحدة الأمريكية، وعملت كمقدمة برامج في عدة محطات. اشتهرت بعد تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب. تزوجت من الشيخ سلمان آل ثاني، وأبقيا خبر زواجهما طي الكتمان. واجهت تهمة تلقي حوالات مصرفية بمبالغ طائلة في فترة زمنية قصيرة. حصلت لجين عمران كذلك على لقب أفضل مذيعة في سنة 2009، واختيرت لتكون أكثر الشخصيات تأثيرا في الشباب في سنة 2009. ولدت لجين أحمد عمران في 26 من أكتوبر 1977 في مدينة الجبيل شرق السعودية، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل عمران. عملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج الحال مع لجين. وقدمت أمسيات شعرية في مهرجات عدة، كمهرجان الدوحة الثقافي عام 2005 ومهرجان هجن الرئاسة في أبو ظبي، حيث كرمت في كليهما. ومارست مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية. اختارتها دار الصدى الإماراتية أكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج. كشف رامز جلال خلال تقديمه حلقة عمران وعبد العزيز أن MBC راتب لجين عمران 400 ألف دولار في الشهر مقابل عملها في القناة. ساهمت لجين في ذات السنة بدعم حملة شعار هشاشة العظام برعاية قناة MBC وسمو الأميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. تزوجت المذيعة الأنيقة لجين عمران من الشيخ سلمان آل ثاني سرا، وهو أحد أفراد العائلة المالكة القطرية. وتكتما على خبر زواجهما عن العائلة الحاكمة في قطر، ورزقا بولدين وانفصلا بعد 4 أعوام.
نجحت الإعلامية لجين عمران بالبقاء بعيدة عن الصحافة ووسائل الإعلام، وشكل الأمر رغبة مضاعفة لدى جمهورها للاطلاع على تفاصيل حياتها الشخصية. وكشف سعادة العميد حامد خلف عن تلقيه بلاغا من وحدة التحريات العامة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية صادرا من أحد المصارف، حيث يتهم الإعلامية لجين أحمد عمران بتلقي حوالات مصرفية تقدر بمبالغ طائلة وأنها من مصدر مجهول الهوية. فطالب المصرف على إثر الحوالات بفتح تحقيق ضد لجين عمران في هذه المسألة المالية الغريبة من نوعها. وصرح كذلك المدير في وحدة إدارة المخاطر المصرفية الأستاذ فيصل حامد بصحة الخبر هذا. وقال: تلقت الإعلامية لجين عمران عدة تحويلات بمبالغ طائلة جدا، وتبلغ قيمة هذه الأموال بما يزيد عن 700 مليون ريال سعودي، حيث تم تحويلها خلال مدة زمنية قصيرة تقدر ب4 شهور فقط، ولذلك تم استجوابها من قبل المصرف.